السلام عليكم اخواني، حياكم الله اينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا المحللين السعوديين في برنامج الديوانيه اشنو قالوا على عبد الرزاق حمد الله داخل ارضيات الملعب، واشنو قالوا على التحركات ديالو، واشنو قالوا على المستوى اللي ظهر به في مباراه الامس مع الاتحاد، وكذلك نشوفوا شنو قالوا على لاعبين الاتحاد واشنو قالوا على المباريات المقبله. يلا نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. بس تخرجوا على الاشتراكات ديالكم باش توصلوا بكل من هو جديد. يستمر هو الافضل وهو المنتصر وهو اللي يسير كل مبارياته بالشكل اللي هو يبغاها. بتكلم عن الاتحاد شوي بعدين برجع للهلال اللي احنا اثنين عليه كثير والجميع يعني اثنى عليه. الاتحاد من بدايه المباراه انا صراحه حتى احاول احضر للحلقه عشان اشوف الطريقه. المدرب جاياردو لعب فيني يعني وانا اتابع، ما ادري هو لعب 5-3-2 3-5-2 6 ورا، يعني زي ما قال اخوي حمد اني انا اكون لي فتره، وانت كلامك ايضا صح، لما في اصابات ما تساعدك برضو انت مدرب كبير المفترض انك تصنع فريق له طريقه، يا انك تدافع بشكل صح وتضع يعني زي ما انت واضع اليوم صقور خلفها مد الله حسن وقدامها زكريا وثلاثه يعني ماني فاهم الموسى وحجازي الاول وفاقد اللياقه، فما بالك يعني العمر الى دور. فابيان وكانتي اليوم لعبهم اثنينهم لحالهم في النص، لا هو اللي قدروا هم يكملوا مع رمضان الحمد الله ولا هم اللي قادروا يرجعوا. فمن جت الدقيقه 30 35 بانت الفراغات، الضغط صار ضعيف. الاتحاد فريق كبير، لكن اليوم الظروف اللي عنده، الاصابات، تغيير المدربين، قضيه العبود، بدايه الموسم ترى كان فيه ارتباك اداري كبير جدا. هل نبقي على الناس اللي حققوا الدوري ولا لا؟ هذه كانت ربكه، يعني ما كان في قرار الاستفاده من النجوم الجدد. حمد الله يستمر او لا؟ انا جايب بنزيما، هل يبقى حمد الله ولا يمشي؟ الارتباك الاداري في بدايه الموسم انا في رايي له سبب حتى في الدوري وحتى في المشاركه صحيح. الاسيويه اليوم صحيح. التنظيم الفني، المدربين يحاولون يصلحوا، يعني حتى سانتو قبل ترى عنده اسلوب دفاعي وواقعيه عاليه جدا خدمت الاتحاد حتى في الدوري. لكن اليوم المدرب عندما اراد ان يفكر في الجانب الهجومي او يبادر قدام الفرق الاخرى، وجد ان العناصر عنده مشاكل فيها، غيابات، اصابات، نقص. هل هذا مستمر او غير مستمر؟ بنزيما يا اخي لاعب يعني على مستوى عالي جدا، اليوم تفقده انت في مباراه من اهم مباريات الاتحاد في الموسم. كل هذه العوامل لها دورها. ماشي كابتن. الفكره شلون تجي؟ انا خسران 3-1 وهذه مباراة ذهاب، يعني ألعب في الرياض أطلع بالتعادل، أطلع ب1-0 ممتاز، أرجع الجدة يكون في تفكير آخر. فالفكرة كانت جيدة، 3-5 مليت النص بشكل ممتاز، قفلت على مفاتيح اللعب بشكل ممتاز، على ياسر لعبت فواز، على زكريا لعبته على سعود، نقطة قوة في الهلال. امتلكت يعني جزء كبير من الثلث الأوسط. الدفاع من الثلث الأوسط يبعدك عن الحارس ويعطيك فرصة أنك يعني تكون متراص كفريق. فنيا اشوف ان الفكره كانت جيده، حتى لو جاء هدف استمر على نفس الاسلوب، ما افتك من فكرتي حتى لو انتهت 1-0. المقصود ان لما اطلع للرياض والعب ب1-0 اخسر 1-0 ارجع بنفس فكرتي. في جده يختلف الوضع على ملعبي، والافكار تكون ممكن في مصابين يرجعون، في موقوفين يرجعون، الحلول تختلف. يعني هو فكر في 180 دقيقة مو ب90 بس. انا عارف هو فكر، نعم احسنت، هو هذا اعتبر الشوط الاول. الفكرة ان التنظيم لو مشت معه الفكرة بالعكس، جاء ترى فرصتين 3 فرص، لو حمد الله وروما سجل في واحدة على الطرف قريب من الستة ولعبها على البعيد، ولو سالم سجل انفراد، ولو بيترو سجل فرصة، هي نفس الكلام، يعطيك نفس الاسلوب. لو سجلوا فرصتين الهلال اهداف 100%. نتكلم عن الفريق اللي خاسر المباراة. لو لمنا المدرب ما قلت كذا، لو انك اتحادي اتحدى تقول كذا. لا انا ترى على فكرة انا ما يهمني لما اجي الاتحاد يتكلم بهذا الحديث. ممتاز كابتن، الموضوع مو موضوع عاطفي. انا ما موضوع عاطفي، رجل قاعد يتكلم معك بوجهه نظر. البرنامج ما عاد اتكلم في الوان، انا رجل محايد احلل في وجهه نظر فنيه، اكون غلطان ممكن، لكن يا اميل عشان هلال او نصر او اتحاد، لا تاكد اني حكون منصف قدر الامكان. اخطئ ما قبل البلنتي ترى الاتحاد كان يلعب كوره افضل من الهلال، وبالعكس كان في اخطاء في التمرير من لاعبين الهلال بسبب الضغط اللي مارس لاعبين الاتحاد في الوسط. وكان الدفاع يبدا من حمد الله وروما،
يعني الاتحاد كان في الثلث الاوسط، اي كان مدافع من المهاجمين، يبدا دفاع ويبدا الضغط من المهاجمين، واجبر لاعبين الهلال. نيفيز كذا كوره اخطا فيها، سلمان كذا كوره اخطا فيها، فكانت الامور ماشيه معه صح برغم الظروف اللي قبل المباراه، لكن سبحان الله تحولت الظروف ضده. ولا الومه لظروف المباراه ولا الومه اصلا من بدايه الموسم للظروف اللي صارت كلها. طيب ممتاز. عموما مده 36 دقيقه لسالم الدوسري، صحيح دقيقه بس 36. الهدف لما جاب ايش؟ ضربة جزاء. جاء لا قبل اصلا. انت الان الخطا اللي صار من مد الله العليان هذا مو خطا تكتيكي، هذا خطا فردي من اللاعب. طيب وهذا اللي ينتظر الهلال. خليني اقول لك شيء. يعني انت الان احنا نتكلم على شغل المدرب، الان انتم تلومون مدرب. السؤال الثاني، انا افهم مدرب انه والله يروح منه لاعبين ثلاثه، يا اخي انت مطلوب منك انت تدور الحل. ما في 5 اكثر، اكلمك اكثر 5 اكثر. أيوة يعني انت اليوم يروح منك تقريبا الى 9 اصابات. يا اخي ما حد يتحمل هذه يا جماعه. يا ابو وش الحل؟ اني لحظه أنا مدرب. 9 اصابات ما يخالف، انت مدرب 9 اصابات، انا يلا العب مع الهلال ومكتمل عشان اقدر افوز عليه. طيب فما بالك الحين انا عندي 9 اصابات. يعني شكل هذا عجب الاتحاديين مو معقول. يعني انا الى متى قاعد ادافع عن المدرب وانت عندك زي ما قال حمد فتره طويله وما انت عارف تعطيه شكل، دافع بشكل 100% عشان انت تنجح على الاقل. ما يستطيع يوصل الهلال بهدف مثلا، مو يهدد مرماك في كل المباراه. في كل مباراه يا رجل الهلال بدا يسوي لي كعبات، بس كل الفريق جيد. طيب السؤال يعني هنا تفضل يا ابني. لما ترميهم يا ابو نواف، هذا اللي مضايقني. يعني تحط دفاعين ورا بعض. شوف ابو يزيد، شوف الرد هنا. يعني مد الله جاي من الهلال، كادش، الموسى، لسه الفريق يعني جديد على المجموعه. اليوم هو تفكير المدرب كان جدا ممتاز عندما وضع 5 في وسط الميدان لتعطيل قوه الهلال اللي هو وسط الميدان، لكن الفارق جوده اللاعبين. يعني اليوم اتكلم عن الانسجام تقول عليه موجود في الهلال. طيب نفس الاتحاد غير موجود. معلش ما طالب المدرب، معلش انت لما سوى تكثيف للوسط وبعدين استطاع الهلال يسيطر. ابو يزيد، انت لما تعمل توظف اللاعبين بشكل جيد لكن تكون الجوده مختلفه في الفريق المقابل. يعني انت هنا ما تقدر يعني تسوي شيء. يعني المدرب ينزل يلعب ما الحين تدافع عن المدرب. لا ما دافع. انت عندك ادوات انا عندي نظريه اقل من الهلال ابو يزيد، ولكن ما يصير تحدي بشكل. وش المشكله انه اذا دافع عن المدرب؟ لا يلعب بطريقه صح. هذا قصدي انه يلعب. انا اللي كنت اقوله يا ابو نواف ان ترى كنت اتكلم عن ظروف الاتحاد اليوم او ما قبل المباراه هذه. نعم. تحديدا احنا ما تكلمنا عن الظروف اللي من بدايه الموسم. يعني يلام المدرب في ان الاتحاد لياقته مثلا تمشيه شوط او 60 دقيقه. المدرب ما عد الفريق. يلام المدرب في انه ما خلق انسجام. طيب رايح المعسكر فتره التوقف رايح 13 لاعب او 14، كيف يخلق انسجام وهو كل اسبوع يفقد 3 ويدخل 2 في المجموعه؟ انا اتكلم لك عن ظروف كامله لا يلام فيها المدرب. حتى اليوم فريقه غير جاهز ويلعب قدام فريق بكامل الجاهزيه. يعني انت لما تشوف دكه البدلاء اليوم في الهلال 11 لاعب، الاتحاد جايب معه 7 واسماء يعني بعضها مو معروف. لما سالت مو معروف. فانا اقول لك انت عندك ظروف قاهره وتلعب قدام فريق مكتمل الصفوف، ظروفه كويسه، لياقته ممتازه، انسجامه لا بس مش فقط مكتمل، هو الافضل. وهو الافضل. اي يعني في فرق بينك انت مكتمل وفي فرق بين افضل. انا اشكرك انك يعني طلعت لنا في الفاصل هذا قائمه الاحتياط لنادي الهلال وقائمه الاحتياط لنادي الاتحاد. يعني الهلال 11 حتبين لك 7 حتبين لك بالضبط انه حتى خط الاحتياط ما هو قادر يكمله بالعدد المسموح. ابو نواف المسموح. النصر مع وجود غيابات الاحتياط في 10، اليوم الاتحاد في 7. نعم. طيب كابتن تيسير، بعد كلام الاخوان والنقاش اللي حتى اللي تحت الهواء اللي داير طيب واللي داير اسمع تعليقك. ابدا ابو نواف، لو بنتكلم على الاتحاد زي ما قلت لك، يعني انا بالنسبه لي انت لعبت المباراه الماضيه 5-3-2 كمل عليها، بالعكس رجع لك فواز صقور، حل هجومي وحل دفاعي ورجع في نص ملعبك واستنى لعب الهجمات المرتده وانتظر. يعني انت الشوط الاول قبل البلنتي انت استنزفت في وسط الملعب مثل ما تكلموا حتى الاخوان، استنزفت. فالشوط الثاني سلمت المباراه الى الهلال. فما يعني انا سامحني ابو نواف، لا ظهيرين تلعب اتحاد فريق كبير
وانت تلعب مع فريق الهلال، فريق كبير وافضل فريق الان قاعد يقدم مستويات. انا كمدرب الهلال او كلاعيبه الهلال لما اشوف الاتحاد يلعب بهذه الطريقه، لاعب بظهيرين، يعني في تخوف. انت الان خلينا نقول نفسيا الهلال ولاعيبته ومدربه يعرف ان الفريق اللي قدامه خايف منه، والدليل التشكيله اللي لعب بها. يظل النقص الى دور ابو نواف الاتحاد. سؤالي لك، يعني لو شارك فيصل الغامدي اللي هو المتاح الوحيد عند المدرب في هالمباراة هذه، هو المتاح الوحيد، حتى احمد وحامد اللي كان، لا احمد بالذات اللي كان يعتمد عليه في الفترة الماضية كلاعب اساسي لم يشارك بسبب الاصابة. هل تتوقع انه لو نزل فيصل مثلا حيفرق كثير مع الهلال؟ والله شوف، بداية على مستوى الشخصي فيصل او على المستوى الفني فيصل لاعب صغير ومتحمس، وانا استغرب حتى الهجوم الكبير عليه من جمهور الاتحاد، يعني عدم التماس العذر له في المباريات الكبيره. فيصل تو صغير في العمر، ويعني مثل المنتخب الاولمبي، فاعتقد كم عمره؟ عليه كان عمره؟ عالي جدا، 21 سنه. طيب، فاعتقد جمهور الاتحاد لازم يعني يعذر المدرب اولا، ويعذر اللاعبين الفريق، اللاعبين الصغار. انت مش معقول يعني يخطا خطا لاعب تهاجمه وتحاول يعني تقلل من مستواه وكذا. فاعتقد المدرب اليوم شاف ان فيصل ممكن يكون حتى مشاركته اثر سلبي عليه، لان بعد المباراه الماضيه كثير كان انتقادات على فيصل. فاعتقد المدرب هو هذا الخيارات اللي عنده، ما عنده خيارات غيرها. يعني انتم يعني بالنسبه لجمهور الاتحاد جلس يضغط على فيصل، جلس يضغط على فيصل ان فيصل اسوأ لاعب في الفريق. في المقابل المدرب ما عنده خيارات اليوم. لا، في المقابل ليش ما لعبت فيصل اليوم؟ يعني نعم، وفي فيصل ليش ما لعبت فيصل؟ يعني كان عندك انت لاعب جالس تنتقل مستواه وتقلل من مستواه، تقول ليش ما لعبت يا مدرب؟ فهي المدرب ما عنده خيارات. انا اشوف المدرب ما عنده خيارات، لكن المدرب المفروض كان يتعامل المباراه بشكل افضل، لانك انت جهزت لاعبينك حق نص ساعه، تحملوا نص ساعه، حاولوا توصلوا مرمى الهلال، عقبها الفريق الاتحاد اختفى. فاعتقد الاتحاد ما عنده خيارات موجوده. فيصل الدوسري من افضل اللاعبين الشبان الصاعدين، فاعتقد المدرب فيصل غامدي قصدك؟ نعم، فيصل غامدي. فاعتقد من الصعب بمكان المدرب الاتحاد ياخذ اي قرارات عدا التغييرات البسيطه غير مؤثره. ممتاز. فهد الكتم، انت سالت عن عمر فيصل الغامدي، كانه مو عاجبك الكلام. اي، لان في اعمار هذه النجوم طلع في ال20 في 21 نجوم وبرزوا في العالم كله، وهو نجم كويس. طيب نعم، المقصود ان المدرب عنده فكره، نفذ جزء منها كبير، النتيجه 36 37 دقيقه قادر يجاري الهلال، وما صار في خطوره على الاتحاد، بل بالعكس فرصتين ثلاث للاتحاد، ركنتين ثلاث. اذا العمل الفني كان جيد. في النهايه سجل الهلال، هو المفروض يستمر ما يغير، هذا المقصود. لو استمر على 1-0 ما هي مشكله. على كل حال يعني جوده اللاعبين تفرق، الانسجام لفتره طويله تفرق، الملعبك خارج ارضك تفرق، كلها نقاط لازم تحطها في الحسبان. ممتاز. في اي اضافه في الحديث فني على المباراه؟ والله شوف يا ابو نواف، يعني اذا كان هو الان على كلامهم الذهاب والاياب، المباراه انتهت من الذهاب. نعم، يعني ما في مدرب يقول لي والله انا ابغى اخسر 2 لا، وفي ظل النقص اللي عنده والظروف ويبي يعوض هناك. خلاص هناك نفس الشيء، هو يحاول انه ايش؟ ما يخسر، ما بيحاول انه يفوز. لو بيفتح الملعب بيفوز، بياخذ اكثر مما اخذه في الرياض. انت كلنا معترفين الهلال افضل. السلام عليكم اخواني، عدنا اليكم من جديد. شفت المحللين السعوديين في برنامج الديوانيه اشنو قالوا على عبد الرزاق حمد الله؟ بصراحه عبد الرزاق حمد الله ما نهضروش عليه بهضره اللي ماشي هي منطقيه. بصراحه قدم مستوى رائع ومباراه جيده، وخدم على الاجنحه وخدم على الوسط وخدم على الهجوم، وراس حربه يستحق كل التعليقات الطيبه والرائعه. بصراحه حمد الله دائما كيقدم اللي عليه، وكيقدم مستوى جيد، وكيبغي يلعب وكيبغي المباريات الحاسمه. بصراحه نادي الاتحاد ما كانش في نهارو، اللاعبين ما كانوش ما ظهروش بشكل جيد. بصراحه نادي الاتحاد محتاج الى انتدابات شتويه، محتاج الى انتدابات صيفيه. بصراحه ما عنده وسط، ما عنده هجوم، ما عنده دفاع، ما عدا حارس المرمى. اخواني نتمنى عبد الرزاق حمد الله مسيره موفقه وحد اوفر ان شاء الله.
نتمنى ما تبخلوش علينا بالاشتراك باش توصلوا بكل من هو جديد. شكرا على المشاهده وتحياتي لكم.